يا صحابي النهارده هنعمل احلى جيلي دريم بطعم الفراوله. شايفين في 3 عبوة التوفيق. يلا بينا يا صحابي نجرب نعمله مع بعض. بصوا دي اول مره اعملها وقلت طبعا اكيد هتعملوها معايا. بصوا الاول هنطلع، احنا هنعمل كيسين. استني يا جوجو، انت نسيتيني ولا ايه؟ لا طبعا ما سبتيش يا ماما. النهارده هنعمل انا وجوجو جيلي، بس جيلي خطير جدا وسهل جدا لكل حبايبنا، وكمان جوجو هتحكي لي مع الجيلي ده قصه جميله قوي. يلا بينا نبدا. يلا بينا نبدا يا ماما. المكونات بقى يا جوجو ايه؟ هي طبعا لسه هقولك المكونات. طبعا قرينا طريقه التحضير قبل ما نعمل لكم الفيديو عشان كل حاجه تكون مظبوطه وصحيحه. بصوا يا صحابي، اول هنجيب معلقه، قصدي كوبايتين زي كوبايه الشاي دي. حطينا هنا كوبايتين ميه سخنه بتغلي في الكوبايه الكبيره اللي قدامنا دي. ودلوقتي هنجيب طبعا الجيلي دريم. انا جبته بطعم الفراوله عشان بحبه بطعم الفراوله، بس ريحته تحفه وطعمه جميل جدا، هيعجبكم قوي. اول حاجه احنا هنعمل كميه كيسين، عشان كده حطينا كوبايتين. لو هتعملوا كيس واحد حطوا كوبايه واحده. ريحته جميله جدا. شايفين ريحته بطعم الفراوله يا جوجو، ريحته جميله جدا. شايفين بيتفتح بسهوله قوي من هنا كده. ايه يا جوجو ده بتعملي ايه؟ شايفين يا صحابي؟ بصوا شكله لونه بينك كده حلو قوي، وريحته كمان بيخلي ريحه البيت ريحته جميله قوي. دلوقتي هنحطه هنا كله. هحط كيس. الله بصي لونه يا جماعه لونه بيتغير، لونه تحفه في الميه اصلا، بيخلي لون الميه كده شكله تحفه. ممكن الكيس التاني بقى هنجيب تاني كيس معانا. شايفين ده الكيس التاني. بصوا شكله برضو جميل قوي. نمبر 2 شوفوا لونه عامل ازاي. تعملي ايه جوجو؟ الله طعمه حلو قوي. بجرب ادوق من هنا يبقى جيلي. هحط المعلقه دي هنا دلوقتي. هنجيبه ننزل بيه هنا كده. واو شايفين عامل ازاي؟ عامل زي الشربات بتاع زمان يا جوجو، فاكره؟ دلوقتي يا اصحابي هنبدا نقلب كويس. احنا نقول لك يا شيف بعد كده يا جوجو. نبدا نقلب لحد قلبيه ما كتير. تدوب بقى خالص. حطيت الميه الساقعه؟ لا لسه. بصوا يا صحابي، بعد ما نحط الكوبايتين الميه السخنه المغليه هنبدا نقلب لحد ما يدوب نهائي خالص، ما يكونش فيه اي حبيبات كده. فاحنا لسه بنقلب. بعدين هنجيب اي ازازه ميه ساقعه كده اهو، او كوبايه ميه ساقعه، ونروح حاطين كوبايه ميه ساقعه هنا. بس احنا الاول لازم نخليه دايب خالص خالص وما فيهوش اي حبيبات صغيره كده. نقعد نقلب كده كويس. شوف سهل قوي، ممكن تعملوه لاولادكم بطريقه سهله جدا، مش هيحتاج اي مجهود خالص، يعني ممكن هم يعملوه بنفسهم. صح يا جوجو؟ طبعا. شايفين يا جماعه عملت عليه رغوه حلوه. بعد الفيديو ده اصحابك كلهم هيعملوا الجيلي ده يا جوجو. شايفين يا جماعه شكله جميل قوي قوي. واو. بعدين بقى يا جوجو هنعمل ايه؟ استنى ما يبقى ما فيهوش اي حبيبات خالص. ندوبه كويس. بتاعتنا نشوف كده لو في اي حبيبات او في اي شكلك عايزه تدوقي تاني يا جوجو. نفسي، بس الميه تبقى سخنه عليا قوي. شايفين في فوم ورغوه حلوه قوي. نحط المعلقه هنا. قلبوا. بعدين حطي بقى الميه الساقعه يا جوجو. كده بقى خلاص خلصنا تقليب. هنجيب الميه الساقعه كده. انتوا شايفين اي ازازه ميه ساقعه. هنحط قد ايه يا جوجو؟ هنحط كوبايه واحده. برافو. كده كوبايه. اي كاسات او اي اطباق صغيره او اي حاجه انتوا عايزينها، او الصينيه اللي بيبقى شكلها عامل زي الشكل ده، وتحطوا فيها الخليط بتاعكم. بس الاول انا هقول لكم الطريقه الصح، الطريقه اللي هي صحيحه ان احنا نعمل بيها. على فكره يا جوجو ممكن نجيب كاسات ونحط برده فيها، يبقى شكلها حلو قوي. الكاسات اللي هي مدوره دي. يعني بصي ما يقفوش على حاجه، يعني اللي عنده اي حاجه ممكن يحط فيها ويغرف فيها عشان ما نقفش على حاجه. نجيب بقى الموز كده. هنرص بقى بشكل حلو كده من تحت. هنرص بقى كده شكل حلو. نرص بقى كده. شايفين بنحط الاول الموز بعدين نحط الجيلي عليه، علشان يا صحابي بعد ما لو حطينا الاول الجيلي بعدين حطينا الموز هنلاقي الموز بدأ يترفع لفوق وما بقاش شكله حلو. فاحنا عشان لسه سايل. فاحنا لازم نحطه من الاول لتحت اهو. نحط شويه كده اهو. قربي الكاميرا شويه يا جوجو. تحس انه عامل زي شكل الورده او الدايره كده.
اهو هيطلع تحفه في الاخر يا جوجو. بتاع 5 وحدات. هنجيب اي حاجه نغرف فيها. بصي ممكن نصب كده يا جوجو. مش عارفه. تعالي هنا قربي. اهو شايفين يا اصحابي، هنحط هنا شويه اهو. بصي شكله لونه احمر وجميل ازاي. واو. يا جماعه عارفه ده بقى يا جوجو لما بيدخل التلاجة بقى ويتجمد بيبقى شكله تحفه جدا. شايفين يا جماعه شكله بقى حلو قوي. بس دلوقتي مش هنحط كتير، هنحط بس شويه صغيرين عشان ما يرفعش لفوق. هنحط بس بقى في طبق. شايفين احنا مش عايزين نكتر عشان ما يطلعش فوق كده اهو. اول ما يدخل التلاجة كله ده هيجمد وهنقدر نعمل الطبقه التانية يبقى شكله تحفه في الاخر بعد ما يخلص. بصي بقى خلصنا اول طبقه. اول طبقه دي كده وبعدين هتدخل التلاجة بقى. هنبدا بقى نكمل باقي الاطباق. شايفين بجد طريقته سهله قوي يا نبدا نرص بقيه الاطباق. حلو جدا الاطفال الجيلي ده يا جوجو، كمان حاجه صحيه. يعني بدل مثلا ما هم يجيبوا جيلي من بره، ده بيبقى بجد توفير، وكمان بيدي كمان يعني يدي كده طاقه للجسم. يلا يا جوجو بقى عشان تحكي لنا القصه بتاعت النهارده. بصي يا ماما، اول ما يدخل الثلاجه، اول ما اخلص هحكي لكم القصه على طول يا اصحابي. قصه جميله قوي. القصه بتاعت النهارده يا جماعه قصه حلوه قوي، جوجو هتحكيها بس هنستفاد منها، وقصه حلوه قوي هتبقى حلوه قوي مع الحاجه الحلوه بتاع النهارده. خلصنا اول طبقه زي ما انتم شايفين كده اهو. خلصتهم ورجعت لكم تاني. دلوقتي بقى يا اصحابي احنا المفروض ان احنا ندخلهم التلاجة. انا دلوقتي هروح ادخلهم التلاجة واجي احكي لكم احلى قصه. ودلوقتي احنا دخلنا الجيلي في التلاجة، ودلوقتي بقى فوقنا للقصه الحلوه. يلا بينا نقول القصه. عقبال ما نخلص القصه اكيد الجيلي يعني. تحكي لنا قصه ايه النهارده بقى يا جوجو عشان متشوقه جدا لقصه النهارده. قصه اسمها قصه شوال الملح. شوال الملح؟ ايه قصه شوال الملح دي يا جوجو؟ احكي لك قصه جميله جدا يا ماما بجد. كان في اصحابي مزارع. المزارع ده كان عنده حمار. الحمار ده كان دايما كل يوم الصبح بياخد معاه شوال ملح ويوديه السوق مع الفلاح صاحبه. وبعدين حصل ايه بقى يا ماما؟ الفلاح ده ويا كل اصحابي كان متذمر جدا جدا. كان بيقعد يقول انا ايه اللي يخليني افضل اشيل كل شوال الملح ده؟ انا مش عايز. كانش عاجبه ان هو يشيل شوال الملح؟ لا، طب وبعدين؟ عشان بيقول ده تقيل على ظهري ومش قادر اقوم، وكان كسلان جدا يا ماما. وفي يوم من الايام وهو رايح السوق، المزارع قال له خلي بالك يا حمار علشان النهارده منسوب الميه عالي قوي. كانوا دايما اصحابي بيعدوا على البركة ميه لازم يعدوا منها علشان يوصلوا السوق. كانوا دايما بيعدوا منها. ففي اليوم ده يا صحابي كان منسوب الميه عالي قوي، وقال له خلي بالك يا حمار علشان ما تتعورش من الصخور اللي بتبقى في البركة من تحت علشان المنسوب بتاع الميه عالي. فراح الحمار وهو بيمشي في البركة، راح اتكعبل ووقع في الميه. الشوال وقع في الميه والملح داب خالص. وراح اول ما طلع كان بيقول مش قادر انا مليان ميه مش قادر. اتبل من الميه يا جوجو. راح المزارع جري عليه بسرعه. انت كويس؟ حصل ايه؟ انت كويس؟ معلش الحمار ده كان عشان لحسن يكون متعور، عشان لو الحمار اتعور او فراح ما لقاش رجله فيها حاجه، بس لقى حاجه غريبه يا صحابي. ايه يا جوجو؟ في ايه يا صحابي عارفين ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا جوجو؟ بصوا قبل ما اكمل لكم لازم تنزلوا تشتركوا في قناتي انا وماما، وكمان تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس. ولو عجبتكم القصه دي والجيلي اللي لسه هيطلع اهم حاجه الجيلي يا جوجو. ابعتوا لنا على القناه وابعتوا لنا الوصفات اللي انتوا عايزينهم وابعتوا لنا نوعيات الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. دلوقتي يا صحاب لكم المفاجاه اللي حصل. المفاجاه ان الشوال بقى بتاع الملح داب في الميه، وبقى الملح يمسك كده الراجل الملح. علشان الملح والسكر من الحاجات اللي بتدوب في الميه يا جوجو. يا صحابي زي ما احنا لسه شايفين الجيلي، زي ما احنا حطينا الجيلي في الميه داب كده بسرعه، صح برضه؟ صح، كان جميل قوي. يا صحابي فبعدين راح الراجل زعل بس قال الحمد لله علشان على الاقل الحمار مش متعور. وراح الحمار قال ايه ده؟ إيه؟ الفكرة الحلوة دي. ايه اللي حصل تاني؟ اللي حصل يا ماما ان هو قال انا لما نزلت البركة المية الشوال خف من على ظهري
وما بقاش حاسس بالحمل التقيل اللي عليا. وبعدين فقال انا لو فضلت كل يوم انزل البركة كده انا الشوال اللي على ظهري هيخف، وكمان مش هروح السوق وطول اليوم هفضل قاعد. الله على الكسل. شفتي بنخطط للكسل، في ناس بتخطط للكسل. ومين بيعمل الكسل ده؟ اكيد مش احنا طبعا. مش احنا طبعا، ملناش دعوه بالكسل خالص ولا الكسلانين. احنا شاطرين ونشيطين كمان فعلا يا جوجو. المهم بقى كل يوم في نفس المكان. كسلانة ومفكرش في فكرة ان المزارع ممكن يعمل كده. فعلا يا جوجو القصه دي جميله قوي. انت عارفه انت نسيتي لي جيلي من حلاوه القصه. انا اروح نشوفه، بس بعد شويه يكون برد شويه ويروح مشنكل نفسه وواقع في الميه، يا نهار كله ابيض. يتبلبل وكله يعمل ويفضل ده يمثل بيمثل بقى. شفتي يا ماما بيمثل على الراجل. في اطفال كتير بتعرف تمثل على مامتها وبتعمل حاجات بقى وتعمل نفسها بقى. المهم ايوه طبعا. خلينا في المهم يا جوجو. خلينا في المهم يا صحابي. بعد ما الراجل بقى عرف اللي هو عمال يعمل كده، راح يا ماما لكل صحابي جه قال الحمار قال ياه النهارده الحمل خفيف خالص، ده انا مش حاسس بيه حد. وصل للبركه مستني يوصل البركه عشان يشوف. بس حلو قوي الحيله بتاع المزارع دي. شفتي عشان هو كان ذكي، عشان هو كان قال له عقابك ان انت تروح لحد السوق بالشوال اللي انت شايله اللي مليان ميه وترجع تاني بيه للمزرعه، عشان انت اكيد مثلا مش هنبيعه هناك. ودلوقتي يا صحابي نتعلم من قصتنا ان احنا ما نكونش متذمرين وكسلانين، ولازم نكون شاطرين ونشيطين كمان. يلا بينا يا جوجو بقى عشان نكون نشيطين بجد بجد. لازم نحلي ونروح نشوف الايه، نروح نشوف الجيلي اللي حصل له. يلا بينا صحابي. هنبدأ نرش برضه هنا. فادي مش مستني من جمال الجيلي اللي انت بتعمليه يا جوجو. جمال الجيلي معايا يا صحابي. فادي عايز يحط بالمعلقة واو. عشان ما توسخش. بصوا يا جماعة بالمعلقة اهو هناخد ونحط. واو. نحط كده نوزع في الحتت الفاضية دي. فادي مبسوط جدا ان هو الجيلي بيتعمل. فادي يا جماعة بيضحك عليا ولا بيضحك على الجيلي انا مش عارفة. اهو بصوا حط. هو عايز يحط يا صحابي. واخر واحدة نحطها هنا في النص. انا عايزة استبدل دي، فممكن نحط اللي هي دي. نحط دي هنا كده وكده بقى. هنبدأ نحطه تاني في التلاجة وبعدين واو. بصوا شكلي بقى عامل ازاي يا جوجو، شكله تحفة. لما يخش الفريزر بقى والتلاجة هيبقى شكله حلو جدا. والمهم دلوقتي بقى هنبدأ ناخده كده اهو زي ما انتوا شايفين، شكله حلو قوي. هنحطه شويه في التلاجة لحد ما يجمد وبعدين وبعدين هنطلعه. دلوقتي يا صحابي هنبدأ نعمل جيلي دريم بالفراولة، بس في الكيس احنا عملناها في الاطباق ولما وديناها التلاجة. دلوقتي بقى هنكمل معاكم الفيديو ونبدأ نعمله في الكيس. يلا بينا. بصوا انا بحب قوي الجيلي، بس دي اول مرة اجربها. بصوا يا جماعة انا اعرف ان نوع جيلي دريم ده بيبقى حلو، فانا قلت اجربه معاكم اهو. هناخد موز هنحطه تحت كده، شكله تحفه وبيبقى سريع جدا يا جوجو. شايفين؟ ممكن وانتوا قاعدين كده تاكلوه. بعد ما حطينا شويه كده هنجيب اهو الجيلي. شايفين الجيلي ده عملتيه ازاي يا جوجو؟ ده احنا زي ما انتوا عارفين حطينا كوبايتين سخنين ميه اهو. شايفين؟ بصوا بقى شكله جميل قوي. كوبايتين سخنين ميه وعليهم كوبايه ميه ساقعه. سخنين ميه وحطينا شويه سكر لو مش عايزين عادي، وبعدين حطينا عليه كوبايه ميه ساقعه وهنحط عليه. بعد ما نحطه في الكاس او الطبق او اي حاجه اللي هنحطه فيه، نحط الاول الموز. لو هتحطوا فواكه او كده تحطوا الاول الفاكهه، بعدين تحطوا عليها الجيلي علشان الموز او الفاكهه ما تطلعش لفوق ويبقى شكلها مش حلو. هنحطه بعدين نروح نخليه في الثلاجه وبعدين نطلعه عشان نبدا نعمل طبقات ويبقى شكله جميل. وبعد ما حطينا كوبايه الميه هنحطه ونحط عليه الفواكه بعدين الجيلي وبعدين ندخله في الثلاجه وهيطلع لنا احلى جيلي. دلوقتي يلا باي باي عشان هدخل ادخله الثلاجه. باي. دلوقتي يا صحابي
طلعنا من الفريزر. شايفين شكله بجد حلو قوي من بره، شايفين؟ وكمان لما نحط عليه طبقات تاني بجد شكله حلو قوي. روحوا من جوه كده يا جوجو. اهو شايفين يا صحابي؟ شكله حلو قوي. بصوا مش بينزل خالص لانه بقى جامد وبقى جيلي جميل قوي. ممكن تاكلوه كده بس انا عايزه اعمله فوقات كتير. بصوا هنجيب شويه اهو من الجيلي اللي عاملينه، هنكب شويه كده اهو. حط شويه دول، حط شويه كمان. ايوه كده مظبوط. برافو يا شيف. شكرا. نجيب بقى اهو، نحط الموز كده. دلوقتي انا ليه محطتش الموز الاول؟ علشان يبان ان هو ان دي طبقه ودي طبقه تاني، عشان يبان ان هما بقى مرفوعين من عن بعض كده، يبقى شكلها حلو قوي اهو. نجيب موز اهو، شايفين شكله حلو قوي اهو. نخليها كده بشكل حلو اهو اهو. ننزل كده شويه، شايفين؟ هيبقى شكله حلو قوي في النهايه اهو كده اهو. حطي واحده تاني يا جوجو. واحده تاني اوكي يا ماما. نحط واحده تاني صغيره. شوف واحده صغنونه كده حلوه صغنونه اهو. نختار، بصوا يا جماعه، نختار واحده صغنونه نحطها كده. حلو يا فادي الجيلي ده. برافو. شايفين اهو يا صحابي كده حطيناه. واو، شايفين شكله جميل قوي ازاي؟ دلوقتي هنعمل فيه ايه يا جوجو؟ دلوقتي هنروح نوديه التلاجة ونرجع تاني. كنا وصلنا لنهاية حلقتنا. شايفين يا صحابي شكله من جوه؟ واو، شكله بجد تحفه. شكله تحفه قوي بجد. وشوفوا كمان من بره طبقاته تحفه شايفين جدا يا الطبقات جوجو. شكلها حلوه ازاي من بره، باين ان هي متفصله عن بعض. جيلي ده ولا مش جيلي؟ جيلي طبعا. شايفين كمان بتعمل فراشه. شايفين يا شكله صحابي؟ تحفه خطير. ما بيوقعش خالص بجد. عملنا احلى جيلي باسهل طريقه ممكن تتخيلوها، واولادكم هم اللي يعملوها مش انتوا. صح يا شايفين جوجو؟ حلو قوي زي الموز كمان. ورينا الطبقات بتاعته كده عامل ازاي. اهو شايفين من 3 طبقات حلوين قوي. ورينا من كده جوه. بصوا انا حاسه اهو، شايفين اهو واو. مبيوقعش. سيبناه شويه في التلاجة بتاع مثلا ساعه كده او ساعتين 3 على حسب. افضلوا بصوا عليه كل شويه، بس المهم ان هو يجمد. بصوا انا حسيت ان انا عايزه اعمله بذمه وضمير اكتر. لقيت الحته دي كلها فاضيه، قلت ما ينفعش ابدا. رحت جبت اخر شويه عندي كده، رحت كبيتهم كده عليه من فوق اهو. وكده نكون خلصنا يا صحابي. بصوا اهو، شايفين؟ حطيت اخر طبقه دي. بصوا بقى مملي على الاخر خالص اهو. نحط هنا. ورينا الجيلي بقى وهو في طبق يجي عامل ازاي. شايفين يا صحابي؟ هنا انا عملت في الطبق. واو، شايفين؟ برضو من هنا عملت طبقات. شايفين؟ احلى شيف. شكله جميل قوي. ومن هنا كمان مش بيقع اهو. طبقاته حلوه متماسك جدا. طبقاته حلوه قوي. شايفين؟ في فقاعة. شايفين يا جماعه؟ شكله حلو قوي. جواه موز كمان شكله جميل قوي. وهو عاملينه في كذا طبق. وهنا ده زي ما انتم شايفينه حطينا عليه. ونروح نحطه في التلاجة ونرجع تاني. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بعد ما طلعناه من التلاجة. شايفين يا صحابي؟ واو، شكله بقى تحفه قوي يا عامل ازاي؟ جوجو. شايفين اهو؟ احلى من اللي بنجيبه من بره، في طبقات وشكله تحفه. شايفين شكله من واو. بره؟ بصوا من هنا شكله حلو ورينا ازاي الطبقات عامله ازاي. اهي. ده الشكل اللي بقولكوا عليه. كمان من هنا متماسك جدا مش بيقع اهو. كل اصحابنا هيجربوا الطريقه بتاعتك دي يا جوجو عشان سهله جدا واتعمل ما كملش حاجه بصراحه. اهو بصوا كمان من هنا. دلوقتي بقى يا صحابي انا هجربه معاكم وهدوقه واقول لكم عن تجربتي اهو. ناخد حته جيلي. شايفين يا صحابي؟ وصلنا لنهايه حلقتنا وخلصنا الجيلي. بصوا يا صحابي، بصوا كمان عملته وجربت اعمله في كيس. شكله بجد حلو قوي. شايفين كمان الموز زي ما انا عملته بنفس الطريقه بتاعت عامل شكل طبقات، شكله تحفه قوي يا اه جوجو. شكله جميل قوي يا جماعه. عشان كده بقول لكم استنوا عليه شويه، عشان كده تعبنا. بصوا كمان الاطباق اهي
شكلها حلو قوي، ممكن واو. تقدموها لاي حد يجي عندكم، تخلوها الاطفال في كلها التلاجة. تحبه اصلا يا جوجو. او قبل او لما مثلا تكوني عندك ضيوف او كده. شايفين بجد شكلها حلو قوي، كمان متماسكه اهو. شايفين كمان من تحت، فاكرين الموز اللي حطيناه من تحت؟ شكله كمان من هنا، كمان من فوق شكله جميل. واو. يلا بقى يا صحابي دلوقتي ندوقوا مع بعض نشوف. وريهولنا من تحت كده يا جوجو. اهو بصوا اوريها لكم تاني تحفه من تحت. من كل حته تحفه. دلوقتي يا صحابي هنمسكه كده، يلا بينا عشان ندوقه. يلا يا صحابي، بجد طعمه اكيد هيكون حلو. شايفين يا صحابي؟ واو، شكل الجيلي اصلا تحفه شايفين؟ جدا. واو. شايفين بيفضل يعمل كده. طعمه يا جماعه خطير بجد، الطعم حلو قوي. شايفين كمان الجيلي عامل ازاي؟ احلى جيلي بيتي. يا جماعه ايدي مش هي اللي بترتاش، ده هو عمال يلزلز كده يمط كده. عظمه عظمه عظمه، اديله 100%. اول مره ايوه اجربه، فعلا جميل قوي. انا جربته الجيلي بالفراوله زي ما انتم شايفين كده، ممكن تجربوه باي اطعمه انتوا عايزينها. دلوقتي يا اصحابي اقدر واللايك والاشتراك في القناه. دلوقتي اقدر اقول لكم سلام، ومتنسوش تعملوا الوصفه دي وتكتبوا لي في الكومنتات تدوها كام من 10. سلام.